نادي السد باستقرار من خلال وجود حسين عموته في طبعا قياده فريق نادي السد القطري. الانطلاقه بانتجالي، خطر الهجمه، ممكن هدف اول تيجالي الى داميان دياز. هذه هي كره الارجنتين، هذا هو التانجو الارجنتيني مع اصحاب السعاده. ازاي بص الكره معموله جميله من عبد الله النوبي، وهنا التغطيه الدفاعيه بقى وخطا من ابراهيم ماجد ويرحل عليه الكوري البلوشي. يمرر كره اماميه، ادي يوسف سريع، حط جسمه حلو قوي، يوسف حط جسمه حلو قوي وحط هدف التعادل. شوف بقى طلال البلوشي، ولسه بقول لحضراتكم احمد راشد قله الخبره يدخل في العمق مكان حمدان الكمالي، وهنا بقى فرق السرعه جت مرتين ما بينه وبين حمدان البلوشي، واستغلال يعني هذه المهاره. شوف التمريره، هدف جميل جدا، وهنا بقى الخبره حط جسمه، واحمد راشد 16 سنه خبره قليله قوي، ويوسف احمد بقى عايز يمرر يحطها حلوه، هدف حلو، يا على الهدف، يا على الهدف، يا على جماله، يا جمال الهدف، عملها حلوه قوي. حسن اللي هيدوس، المساحات ظهرت وخلفان اتى، وعندما يظهر خلفان نسمع بقى عيال الديب باعلى لصالح الزعيم السداوي. يسجل خلفان ابراهيم امامنا، هو هدف التقدم، لكن هي حلوه من الاول. بص ابراهيم ماجد يلعب على طول بقى، خروج حمدان الكمالي كان نقطه تحول في اللقاء. ادي البديل عادل صقر نادي الوحده هيهدد مرمى نادي السد وهجمات، وادي عدى اسماعيل سبعه، اسماعيل مطر نزل مكان توفيق عبد الرزاق، يلعبها اسماعيل الى داميان، يا ولد يا لعيب، الى عامر عمر، التعادل يا ولد يا سبعه، يا ولد يا سبعه بداها واداها لداميان، وعامر عمر يجعله عامر هنا هو يديل في الدقيقه 72. بص شوف سمعه عمل ايه، ويا عيني على الكعب بتاع اللعيب قوي داميان دياز. وادي امامنا اهو اللاعبين بقى، يعني شوف في تسلل اسماعيل مطر، وكره ثابته لاصحاب السعاده حتى الان 2-2. وادي كره على طول للشحي، اوبا سامي عملها سامي، لكن اللي سجل الشحي محمد الشحي يسجل في وقت قاتل هنا في هذه اللحظات من اخطاء دفاعيه من الباب الكبير في هذه اللحظات، مع هذه اللحظات السعيده لاصحاب السعاده امام نادي السد القطري الزعيم في هذه المباراه دائما. دي الرابعه، كره خلفان الانفراد اللي جاله هديه من جرافيتي اللي بدا يعمل لمحات حلوه، وهو بقى هو امامنا هنا اهو، وجايبين صوره حمدان الكمالي وهرماش اللي خارج الملعب. خلفان ابراهيم على موعد دائما مع الزعيم، مع عيال الديب، ياتي بالهدف الرابع في الدقيقة. ادي يا سلام يا جرافيتي، اتأخر نزولك لكن عمل لمسة تاني مرة يوصل امامنا اهو خلفان ابراهيم اللي ضيع واحدة ويسجل الهدف، وما كانش موفق في المرة. اسماعيل مطر ومحمد الشحي، حسين عموته، 4-3 السد متقدم على الوحدة الاماراتي، السد القطري الوحدة الاماراتي ب10 لاعبين نادي السد. طرد كسولة، وطرد ايضا هرماش وداميان دياز من فريق نادي الوحده في الدقيقه الثالثه من وقت بدل الضائع مع نهايه اللقاء في وقتها الاصلي. لكن نجح السد بعد 3-3 في نهايه اللقاء، نجح انه يسجل عن طريق خلفان في الدقيقه الثامنه من الشوط الاضافي الاول. اسماعيل مطر، هل الثالثه تبدا يا اسماعيل مطر والشحي، اسماعيل الثالثة تبدأ. ادي امامنا اسماعيل يعادل النتيجة وتصبح النتيجة 4-4. مش معقول. هذه هي مباراة الجماهير لأصحاب السعادة، جماهير الوحدة واسماعيل مطر. يا عيني على الجمال والحلاوة وعلى اللمسة وعلى الكورة محطوط
لنادي السد القطري، هيلعبها النجم خلفان ابراهيم خلفان، وهو صاحب الهاتريك في هذه المباراة. 3 أهداف لخلفان وهدف ليوسف أحمد، في حين سجل داميان وعامر عمر والشحي وإسماعيل مطر أهداف نادي الوحدة. عادل الحوسني وخلفان إبراهيم، وأول ركلة ترجيحية في ركلات الترجيح للتأهل للمجموعة الثالثة مع الهلال السعودي وفولاذ الإيراني ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي. ادي أمامنا الركلة الأولى. سلام على خلفان، خلفان في الميعاد، خلفان في الزمان، خلفان يأتي أهدافه في كل لحظة وفي كل. كان هدفه الثالث ليه والرابع اللي كان أول ركلة للزعيم يسجلها النجم خلفان إبراهيم خلفان. محمد الشحي من نجوم هذه المباراة، محمد الشحي صاحب هدف التقدم 3-2 في الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الثاني من اللقاء. محمد الشحي السد متقدم في الركلة الأولى، وادي الركلة الأولى لنادي الوحدة. الشحي يا ولد يا شحي، يا ولد يا ولد يا لعيب، يودي سعد الشيب في زاوية والكرة في زاوية. بعدما شفنا خلفان بنشوف محمد الشحي في مباراة يصعب فيها أن تقول بأن هذا الفريق فاز وهذا الفريق خسر، لأن بالفعل حسن الهيدوس الركلة الثانية لنادي السد، السد فاز على الرفاع 11-10 في التمهيد الثاني. التمهيد الثالث السد يجد صعوبة النهارده 4-4 مع الوحدة الإماراتي. حسن الهيدوس خلفان سجل والشحي سجل 1-1. الركلة الثانية حسن الهيدوس وعادل الحوسني، الكرة اللي في نص المرمى دي بتوقع القلب. وأمامنا اهو الحارس عادل الحوسني كاد أن يأتي بهذه الكرة، يعني لمست إيده، والهيدوس محظوظ موفق فيها، اللي كان ساهم في الهدف الأول في هذه المباراة ومن نجوم هذه المباراة، كلهم نجوم الحقيقة. عبد الله النوبي وسعد الشيب سعد الشيب يخبئ وجهه لما هو آت، ولكن بالفعل السعادة لهذا المشجع والسعادة لعبد الله النوبي. 2-2 لأهل دبي. اللاعب البرازيلي جرافيتي، ايدينالدو جرافيتي، اللاعب البرازيلي، ادي جرافيتي والحارس امامنا هنا اهو في اختبار بقى. ادي الجماهير ولحظات ترقب. جرافيتي راجع لورا قوي، جرافيتي يشيلها امامنا هنا في نادي الوحده. عامر عمر احد اللاعبين البارزين جدا في هذه المباراه. عامر عمر، سعد الشيب، ابراهيم ماجد امامنا. ابراهيم ماجد هيلعب الركله الرابعه في هذه الدراما في هذه المباراه. ابراهيم ماجد بالقدم اليسرى، للاعبين اللي بيلعبوها في المقصات دايما. ابراهيم ماجد، ابراهيم نقطه التحول في اللقاء، صاحب هدف الانقاذ، هدف الكره ثابته في الشوط الاضافي الثاني. دقيقه 107 من عمر اللقاء. هذه هي المباراه المثيره. اسماعيل مطر ضيع النجوم يا اسماعيل، هل يضيع؟ لكن ما بيضيعش القاب، لا يعرف الا التتويج، وكان له دور كبير في هذه المباراه مع لاعبي نادي الوحده. نزير بالحاج الركله الخامسه، 3-3 بعد 4 ركلات. هذا المسلسل الدرامي هنا في احداث دراماتيكيه في استاد النهيان. الوحده بقياده سامي الجابر امام السد وسالم صالح، وفرصه التسجيل ويسجل تعادل، وحتى الاصل اضافي 4-4. وعبد الكريم حسن الركله السادسه. ادي عبد الكريم واختبار لعادل الحوسني ويسجل. فقط جرافيتي لفريق نادي السد، سجل خلفان والهيدوس وابراهيم ماجد ونزير وعبد الكريم. وامامنا هنا بقى حسين فاضل نجم نادي القادسيه الكويتي ونجم نادي الوحده الاماراتي، اللي امام هذا مال ويستمر مسلسل ركلات الترجيح.